النهاردة هنتكلم عن بلد كان قافل على نفسه تماما لقرون، اليابان في نص القرن ال19. تحت حكم الشوجون توكوجاوا بالظبط. والعزلة دي يعني اتكسرت مرة واحدة سنة 1853 لما الأسطول الأمريكي بقيادة كومودور بيري وصل وفرض عليهم يفتحوا موانئهم. كانت صدمة حضارية بكل معنى الكلمة. السؤال بقى اللي محير ناس كتير، إزاي اليابان قدرت تتحول بالسرعة الرهيبة دي من بلد إقطاعي منعزل لقوة حديثة ليها وزنها؟ هنحاول نفهم ده النهاردة بالاعتماد على تحليل عباس رؤوف في كتابه النهضة اليابانية الحديثة. فعلا التحول ده ما كانش مجرد صدفة خالص، ده كان نتاج خلينا نقول قرارات وتغييرات جذرية ومقصودة في كل حتة تقريبا. البداية الفعلية كانت مع استعراش ميجي سنة 1868. الشعار بتاعهم كان واضح ومباشر: إثراء الأمة وتقوية الجيش. فوكوكوكويهي. أيوة. والمهم كمان ميثاق العهد اللي كان فيه 5 مبادئ، أهمهم يمكن البحث عن المعرفة في كل حتة في العالم. بس الكلام ده اتطبق بسرعة، مش كده؟ بسرعة جدا، ودي يمكن أهم نقطة. ما كانش في وقت يضيع. أول حاجة ألغوا النظام الإقطاعي والمقاطعات اللي بيحكمها الداياميو، تمام. وبقت محافظات تابعة للحكومة المركزية مباشرة، يعني توحيد سياسي حقيقي. وبعدين نظرياً يعني الطبقات اتساوت وإلغاء امتيازات الساموراي. حتة إلغاء امتيازات الساموراي دي أكيد عملت مشاكل، دول كانوا قوى الضربة والحاكمة. أكيد طبعاً، حصل تمردات ومقاومة، بس الحكومة كانت حاسمة جداً. والأهم إن الخطوة دي فتحت الباب لجيش وطني حديث بيعتمد على التجنيد الإجباري لكل الناس. بدل ما الجيش يعتمد على ولاء الساموراي لأسيادهم. بالظبط كده، جيش تحت إيد الدولة مباشرة، ومعاه طبعاً بحرية قوية، دي بنوها بمساعدة بريطانية بشكل كبير. ده غير الإصلاح القضائي على النموذج الفرنسي عشان يثبتوا للغرب إنهم دولة حديثة ويقدروا يغيروا المعاهدات القديمة. طيب، جيش وبحرية وتعليم حديث، كل ده محتاج فلوس كتير قوي. ده يودينا للاقتصاد. إزاي قدروا يبنوا القوى الاقتصادية دي كلها؟ هنا بقى دور الدولة كان هو الأساس. لما لغوا الإقطاع وسمحوا بالملكية الفردية للأرض، ده أولاً زود ضرائب الدولة، وتانياً للأسف يعني خلى فلاحين كتير يخسروا أرضهم، وده وفر أيدي عاملة رخيصة جداً للصناعة اللي لسه بتبدأ. يعني كان ليه جانب اجتماعي صعب. جداً. والدولة نفسها دخلت بقوة في الصناعات الاستراتيجية، حديد وصلب، بناء سفن، تعدين. الحاجات الأساسية دي كانت تحت إيد الدولة، والبنية التحتية كمان زي السكك الحديد والمواصلات والاتصالات كانت تحت سيطرة الدولة لأسباب استراتيجية وأمنية. والمصادر دايما بتتكلم عن الزايباتسو. مين دول وإيه دورهم بالظبط؟ الزايباتسو دول كانوا تكتلات صناعية ومالية عائلية ضخمة جدا، زي ميتسوي وميتسوبيشي. الدولة دعمتهم بشكل مباشر وقوي. إزاي يعني؟ يعني بعت لهم مصانع كانت هي بنيها في الأول بأسعار تكاد تكون رمزية، وضمنت لهم عقود حكومية ضخمة، كأن الدولة بتخلق أبطال قوميين للصناعة عشان يسرعوا العملية. القوة العسكرية والاقتصادية دي أكيد غيرت نظرة اليابان للعالم والمكانتها فيه. إزاي ده أثر على سياستها الخارجية من العزلة للتوسع؟ بالظبط، القيادة اليابانية يعني ما بقت شايفة إنها ممكن تفضل منعزلة. التوسع بقى ضرورة استراتيجية لتأمين الموارد وحماية نفسها ومكانتها الجديدة، والحروب كانت هي نقطة التحول. الحرب مع الصين الأول وبعدين روسيا، صح؟ تمام. الانتصار على الصين في 1894-95 كان مهم، لكن الانتصار الصادم للعالم كله كان على روسيا في 1904-1905. دي كانت أول مرة دولة آسيوية تهزم قوة أوروبية كبرى في العصر الحديث. ودي عملت صدى كبير بره الهدران كمان. جدا. رسخت اليابان كقوة إقليمية مهيمنة وسمحت لها تضم كوريا بعدها بسنين قليلة في 1910، وكان ليها تأثير ملهم لحركات التحرر في دول كتير. عندنا في مصر مثلا مصطفى كامل اتكلم عن التجربة اليابانية كتير. بس النجاحات الخارجية دي هل لغت المطالب اللي كانت جوه اليابان نفسها بإصلاح سياسي ودستور وبرلمان؟ لا طبعا، حركة الحرية وحقوق الشعب كانت شغالة وبتضغط، ودستور ميجي اللي صدر 1889 كان استجابة للضغوط دي، بس كان استجابة محسوبة قوي. يعني إيه محسوبة؟ يعني الدستور كان شكله غربي، برلمان بمجلسين وكده، لكن السلطة الحقيقية فضلت في إيد الإمبراطور والنخبة الحاكمة اللي حواليه اللي بنسميها الأوليجاركية. التأثير الألماني أو البروسي كان واضح أكتر من الإنجليزي أو الفرنسي، سلطة تنفيذية قوية جدا. الشكل ديمقراطي بس المضمون محافظ. بالظبط كده. طب والفكر بقى، إزاي الناس كانت بتفكر في كل التغيرات دي؟
المصادر بتقول كان في تقلبات فكرية كبيرة. الموضوع مر بمراحل. في الأول خالص كان في شبه انبهار بالغرب ودعوات لتبني كل حاجة غربية. مفكرين زي فوكوزاوا يوكيتشي مثلا قال نسيب آسيا ونلحق بأوروبا. دعوة صريحة جدا. جدا. لكن بعد شوية ومع نهاية القرن ال19 حصل رد فعل قومي قوي. بدأ التركيز يرجع على تفرد اليابان وقدسية الإمبراطور كأب للأمة كلها، وفكرة الكوكوتاي أو جوهر الأمة اليابانية. وده أثر على إيه؟ أثر على كل حاجة تقريبا، التعليم، القوانين، النظرة للعالم. وللأسف الأفكار دي هي اللي مهدت الطريق بعد كده للشوفينية والتوسع العسكري اللي دخلت فيه اليابان في القرن العشرين. يعني لو حبينا نلخص سرعة النهضة اليابانية دي، ممكن نقول إنها قدرت بشكل فريد إنها تاخد التكنولوجيا والعلوم الغربية وتطبقها بكفاءة عالية جدا، وفي نفس الوقت قدرت تعيد إحياء وتقوية قيمها التقليدية الخاصة بالولاء للإمبراطور ووحدة الجماعة والأمة. مزيج غريب ونجح جدا في وقته. وده يخلينا نسأل سؤال أخير يمكن يستفز التفكير شوية. هل التكلفة البشرية والاجتماعية للتحول السريع قوي ده، اللي كان معتمد على دولة مركزية قوية جدا وهيمنة نخبة معينة وتغذية الشعور القومي اللي وصل لحد التطرف، هل التكلفة دي نفسها كانت هي البذرة اللي زرعت صراعات اليابان الكبيرة بعد كده في القرن العشرين؟ سؤال مهم نفكر فيه.